ساعات بتحس انك بتتكلم بس الصوت مش واصل، ومش لان صوتك مش واضح، بس كأن مفيش حد عايز يسمع. المشكلة ساعتها مش في الصوت، يمكن المشكلة في اللي حواليك. بس هل الحل انك تسكت، ولا انك تغير الناس، ولا في حاجة تانية؟ فانا بقى هتكلم النهاردة عن الجزئية دي. فعايزك بقى تجيب حاجة تشربها وتركز معايا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا، مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. في لحظة معينة تبقى وسط ناس كتير، تفضل تتكلم وتشرح وتحاول توصل وجهة نظرك، بس الرد ساعتها بيبقى نظرة باردة أو تغير في الموضوع أو تجاهل صريح. ده مش معناه إن كلامك مش مهم. أوقات الناس بتبقى مش جاهزة تسمع، مش لأنك غلط، بس لأنهم مش فاضيين يسمعوا حاجة مش بتخدمهم. وكل مرة بيحصل الموضوع ده ساعتها بتاخد خطوة لورا. بس الغريب بقى، الخطوة لورا دي ساعات بتكشف لك مين اللي كان واقف جنبك فعلا. فمش كل تراجع ضعف، اوقات بيكون تمهيد لخطوة اصدق. وعارف لما تحس انك لو سكت هتريح دماغك، بس تسكت وتحس انك تخليت عن نفسك. وتتساءل دايما ليه دايما بحس اني مليان كلام ومش لاقي ودن واحدة تسمع. السر بقى في انك محتاج تسمع لنفسك قبل ما تطلب من حد يسمعك. اوقات كتير بنجري ورا الناس يسمعونا، وننسى نسأل هو انا اصلا سمعت نفسي؟ لما تسمع جواك بصدق، صوتك هيقدر يهد الدنيا بهدوء. يعني انا فاكر شاب حكالي انه في الشغل دايما كان بيتكلم ومفيش حد بيرد عليه، لحد ما بطل يتكلم خالص وفكر انه هيختفي ويتجاهل. بس بعد اسبوع لقى زميله جاي يقوله انت سكت ليه؟ انا كنت مستني رأيك في اخر الاجتماع. اللي حصل ساعتها انه اكتشف ان في ناس بتسمعه بس على طريقتهم. في ناس بتسمعك بس مش بتقول، وفي ناس مش بتسمعك بس بتدعي الاهتمام. اللي بيسمعك بجد بيفضل معاك حتى لو ما تكلمش. والغريب بقى ان اكتر اللحظات اللي بنحس فيها اننا لوحدنا هي اكتر لحظات بنسمع فيها الحقيقة، مش من الناس، من نفسنا. العزلة مش دايما هروب، العزلة اوقات بتبقى ترتيب داخلي، تسمع فيها صوتك من غير زحمة العالم. اللي بيتصالح مع صمته عمره ما هيتكسر من سكوت حد تاني. وفي الاخر لازم تبقى عارف انك لو بتحس ان صوتك مش مسموع ما تسكتش، بس كمان ما تتعلقش بان كل الناس لازم تسمعك. خليك صادق مع نفسك ودور على اللي بيشوفك حتى وانت ساكت. وبس كده، وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، واتمنى الحلقة تكون عجبتكم، والى اللقاء في الحلقة القادمة.